هاني جيت عاوتاني. فينكم؟ فين وصلتوا؟ ديتو ولا مازال؟ ايوا اليوم غادي نحضر معكم دي سيجار بالكاوكاو، كيجيو فنين رائعين. يلا جيبوا الكاوكاو واجيو نشوفوا واش غادي نديروا به. واللي طلع ليها الفيديو ديالي لاول مره وعجبها الفيديو والمحتوى ديالي، ما تنسانيش من لايك وبارطاج وديري ابوني باش يوصلك دائما بالجديد اللي كنقدم. يلا نبداو الوصفه على بركه الله. عندي 500 غرام ديال الكاوكاو محمر بلا قشره في الفران حتى تيتعلق على هاد الشكل. طحنته مع واحد الساشيه ديال هاد سكر منكه بزهره البرتقال. غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال القرفه، نضيف معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف نيسلي كراميل. غادي نديرو ديك المعلقه ديال القرفه، غادي ندير معلقه ديال الزبده. من الاحسن الزبده تكون ديال الماكله، تكون حيوانيه باش كتعطيكم المذاق زوين. وغادي نضيف نيسلي كراميل تقريبا واحد 2 معالق كبارين مزيان، لان حنا هاد كاوكاو ما درنا ليه لا سكر لا حتى شي حاجه. الحلاوه غادي ياخدها غير من هاد نيسلي كراميل ومن العسل اللي غادي يتعسل في الاخر. كيجي المذاق ديالهم زوين وما كيجيش مقيت بالحلاوه بزاف. صافي غادي نحاول نمزج مزيان هاد الكاوكاو. ما تخلعوش الا جاكم هكا شويه مطلوق، راه الكاوكاو كيشد راسو كيبدا ينشف. مع الوقت غادي يبدا ينشف. هانتوما غادي تشوفوا لا تكستور ديالو. هانتوما بديت كنعجن فيه وبدا كيجمع راسو. صافي من بعد غادي نغطيوه وغادي نبداو نديرو دي بودان صغيورين على حسب نتومايا اشنو بغيتو ديروهم، واش بغيتوهم رقاق بزاف ولا بغيتوهم متوسطين. انا غادي ندير في كل حبه تقريبا 18 غرام او 17 غرام. انايا غادي ندير الميزان باش كيجوني الحبات كلهم قياس واحد. اللي ما بغاش يدير الميزان دير عينو ميزانو، ديروا عينيكم ميزانكم، ديروا هكا دي بودا وانتم كديروهم كتغطيوهم باش ما ينشفش معكم الكاوكاو. صافي وغادي نكمل على هاد الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كناخذ الورقه كنقطعها كنقسمها على النص. ورقه كبيره كنقسمها على النص، وهذاك النص كنقسمه على 3. انا راني صورته ولكن ما بانش عندي في التليفون. ملي بديت كنقلب ما بانش ليا، ما عرفتش واش ما سجلتوش ولا ما عرفتش. مهم تتقطعوا على 3 كيجيو هكا دي تريونغل على هاد الشكل. كنحطوا البودان ديالنا في القنت، كنطويو جنيبات كندهنوها في الاول. بعد الورقه كندهنوها بشويه ديال الزيت كما قلت لكم. نجمعوا جنيبات وكنبداو نلويو بطريقه سهله وكنسدو بالماء والدقيق. طريقه سهله وبسيطه. هانتوما شوفوا كنجمعوا جنيبات وكنطوي. كنحاول ديما نجمع جنيبات ما نخليوهمش خارجين. صافي وكنسد بالماء والدقيق وكنرولي البودان ديالي على هذا الشكل. هذا كيجي بحيث دق صغيور زوين. صافي وكنكمل على هذه الطريقه حتى تنكمل لي سيغار ديالي كاملين. من بعد ما كملت لي سيغار ديالي كاملين كناخذ هاد لي بواط اللي كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. غادي نفرش لهم هكا السلوفان وغادي نبدا نستفهم على هاد الشكل. هذا كندير الطبقه الاولى وكنعاود ندير السلوفان كندير الطبقه الثانيه. صافي وكنغطيهم وكنحاول ملي كنسد كنغطيهم مزيان. كنعاود ندير السلوفان فوق من البواطه وكنسد عليها وكنحتفظ بها في المجمد حتى تنبغيهم. كنجبدهم بالكميه اللي بغيت، يا اما كنقليوها في الزيت اللي كتكون سخونه من الفريغو للمقله، او كديروا تديرهم في الاير فراير
تيجيو زوينين. كندهنوهم بشويه ديال الزيت وكطيبوهم او في الفران، كدهنوهم بشويه الزيت وكتدخلوهم الفران. من بعد تتعسلهم في العسل اللي كتكون سخونه. لينام يكونوا سخان، والعسل حتى هو كيكون سخون. هاد الطريقه اكتشفتها شحال هادي. كنت كندير العسل بارد مثلا والبريوه سخو وبارده، او العكس. ساعه انا جاني ملي كيكونوا بجوج بهم سخان كتدخل ليهم العسل، كيدخل ليهم حتى لداخل. وجربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر. وتا لهنايا كيوصل الفيديو ديالنا للاخر. نتمنى لهذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وفي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.